صحيح، اخبار المقاطعة ايه؟ لسه مقاطعين ولا العزيمة بدأت تقل؟ لسه مقاطعين، محدش بيروح الشركات دي بتاعت الوجبات السريعة دي الفاست فود، ولا بتروحوا اخر يوم بس امتحانات اللي هو محدش حاسس بحاجة؟ كفاءة طبعا مقاطعة. حلو والله، والله كويس، يا رب الى الابد بقى. او ممكن نلغيها في حالة واحدة بس، لو الارض رجعت لاصحابها. هيبقى فيها لا في تمويل ولا في دعم ولا. طب احنا فاهمين اساسا احنا بنقاطع ليه؟ حد فاهم؟ تعالوا اقول لكم كده باختصار، بما ان انا اساسا يعني في كلية، انا بدرس بيزنس يعني تمام. هقول لكم ايه السبب في ده، يبقى احنا برضو فاهمين بشكل علمي، مش وهبسطها لكم يعني. الفكرة ان الشركات الكبيرة اي مثلا زي الوجبات السريعة الفاست فود او ايا كان، بتبقى الشركة الام دي الاساسية. حلو، زي مثلا شركة ايه كبيرة في امريكا عايزة تعمل فروع الشركة دي في جميع انحاء العالم في دول، تمام. فانا عايز اعمل مثلا في دولة سين، فالدولة سين دي عشان افتح فرع عندها لازم اخد نسبة من الارباح بتاعت الفرع اللي انا فتحته، لازم اخد فيها نسبة، بيبقى عقد اشتغل تقريبا ب25% او 20% على حسب الاتفاق. ده بيبقى ثابت ان الشركة سين مثلا بتاعت الوجبات السريعة فتحت فرع في دولة سين، فانا انا بتفق معاك انت كدولة دولة سين، انت انا عايز ارباح 25%، ماليش فيه، ده ثابت. قيس بقى مثلا ال25% وال20% على كذا دولة، هتجمل معاك هيبقى في مبلغ. انا بقى كشركة بقى الاساسية للشركة الام اقدر اتحكم بقى وادي المبلغ ده فين. عشان كده اول ما بدأ حوار التمويل لولاد العم لما بعتوا لهم وجبات ببلاش عشان يدعموهم، احنا بقى عملنا مقاطعة عشان الارباح ما توصلش الشركة الام، الشركة الام تاخد الارباح دي وتوديها لهم. فهمتوا؟ احنا الفكرة احنا عارفين ان في ناس مننا، في اهلنا، في ناس نعرفها، في صحابنا شغالين في الوجبات السريعة وفي المصانع بتاعت الكولا دي. احنا مش قصدنا خالص ان احنا نقطع برزقهم، بس احنا مضطرين. حوار المقاطعة ده انا عارف ده جاي عليهم، هم مالهمش ذنب، هي ناس بتقبض، في ناس اكيد مشت، في ناس ما استقالت او سابت الشغل، هم مالهمش ذنب، بس احنا مش بايدينا حاجة. احنا لو في طريقة تانية ان احنا ما نوصلش الارباح دي ليهم كنا عملنا والله، بس احنا ما قدناش حل ان احنا غير ما نشتريش منتجاتهم. بس لما جينا نطلع المنتجات المصرية بقى وحاجات ما من التاريخ، عارف انت الحاجات اللي انت سبتها في النيش، حاجات انت سايبها في النيش من بقالك بتاع اكتر من 40 سنة 50 سنة 60 سنة، زي سبيرو سباتس، دي منتجات مصرية من حقي اعمل اعلان عليها، ده منتج بلدي يعني سبيرو سباتس ده عرفته ان هو من تقريبا من الخمسينات ولا او في الرينج من الخمسينات او الاربعينات. حتى بدليل كان فيلم بتاع سمير وشهير وبهير لما كانوا بيقول لي في عندك ايه، عندك فيروز؟ بيقول لا ما عنديش فيروز. قال عندك ايه تشرب؟ قال له في سباتس. يعني طلع فعلا في حاجه اسمها سبيرو سباتس وموجود اصلا. اكتشفت ان هو مش ظاهر تاني عشان على حس، لا ده هو موجود اصلا، بس اللي شجعه ان هو يظهر منتجات تانية تظهر حوار المقاطعة. احنا سيبنا الشركات العالمية دي والصيت اللي هما كانوا عاملينه على مدار السنين، بدأت تظهر المنتجات دي. بس انا تقريبا يعني لما فهمته ان المنتجات المصرية دي تقريبا كانت بتروح لشركات السياحة، مثلا في الغردقة، في شرم الشيخ. فحوار المقاطعة ده احنا في حاجة يعني استفدنا ان في حاجات مصرية طلعت او ظهرت. بس المشكلة بقى ان لسه برضه في التجار، احنا عندنا التجار ايه، اول ما ظهرت بقت موجودة، بقت ايه الاول حاجة ب8، في ناس يعني في الاول باعت ب8 عشان ما ننكرش، في ناس باعت ب10، في ناس باعت ب15، في ناس باعت ب20 وما لقيت وما تشوفهاش. يعني في حاجات اتسحبت في السوق. السبير بتسألك يعني كده، بتسأل البياع مثلا او بتاع فين المنتج بتاع، قالك ده دوبك بتيجي وبتخلص ما بتلحقش، دوبك بتيجي المنتج ما بتخلص منه. بعد كده بدأت تتوفر بعض الاماكن، يعني مش هقولك كل الاماكن، في بعض الاماكن بيبيعوا اللي هو سبيرو سبيكس، ماشي دي كويس يعني، بس بعد ما كسبوا
يعني شوف بقى التوزيع بقى الجمله بقى، ولا شوف التجزئه بعد ما كسبوا. انا اصلا ايه في كليه تجاره، فما تقوليش عرفت منين، انا مش انشا والله. احنا بقى عندنا ميزه في حاجه، ان احنا لما بيبقى عندنا اراده ونتفق على حاجه بنعرف ننفذها. يعني زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنقاطع المنتجات الامريكيه كلها، تمام، عرفنا. يعني تخيلوا اللي هو الباكس ده، اللي هو مش هقول اسمها يعني، اللي هي القهوه المعروفه دي اللي هي ستار هاكس. ستار هاكس دي لما احنا عملنا مقاطعه عليها، تخيلوا القهوه بتاعتها نزلت، عارفين كانت من كام لكام؟ نزلت لكام؟ كانت ب90 جنيه، نزلت ل20. عاملين كده داش على 90 بقت ب20. انت متخيل النزله قد ايه؟ عشان بس الناس اللي تقولك المقاطعه ما بتاثرش، المقاطعه ما بتعملش حاجه، ده اصلا بعد اول اسبوع من حوار المقاطعه ده الاسهم بتاعتهم وقعت، الارباح خسروها في الشرق الاوسط. وكان مين بقى اللي كان مؤثر في الموضوع ده؟ كنا احنا في مصر. احنا 100 مليون يا باشا، مش هيبقى لنا كمان تأثير على الناس دي؟ على قد ما هو الموضوع يعني مش حكاية حلو، حكاية مثلا ان هو محزن لاخواتنا، بس في نفس الوقت بيبين لك المعادن بتاعتنا او معادن الناس اللي حواليك، ان احنا في الازمة احنا بنعمل ايه، احنا واقفين مع مين. بيبين اللي معاك ده فعلا عنده انتماء لأهله، للوطن بتاعه، ولا مكبر دماغه. اصل ما تقنعنيش ان مفيش حد فاهم لغايه دلوقتي ايه اللي بيحصل في القضيه ده. خلاص الناس كلها بقت عارفه، حتى الاطفال بقى. في مثلا تلاقي عيال في مدرسه في ابتدائي بيتخانقوا لو حد مثلا لقى جنب حاجه مثلا من منتجات المقاطعه دي، لو حد جابها التاني بيزعل منه. حاسس فعلا كان في طلبة عندي المدرسة بيمنعوا زمان ان هم يجيبوا حاجة من المقاطعة. احيانا كانوا بيعملوا مظاهرة صغيرة كده على قدام بيهتفوا فيها باسم اصحاب الارض ويسموا العالم في الفصول. حاجة اتفتحت كده بجد انهم في السن ده فاهمين. على فكرة دلوقتي الجيل اللي موجود دلوقتي خلاص بقى مدرك كل حاجة. صعب دلوقتي ان انت تقول له على حاجة كده لا بدون سبب. عايز يفهم، عايز يعرف. اعتقد دلوقتي اسلوب التربية هيختلف، يعني ده اللي انا شايفه. حوار الاجبار بقى والتعنيف ده اللي احنا كنا عارفينه ده ما بقاش ياكل. اللي بقى يعني ما بقاش ياكل، ما بقاش ينفع معاه. لازم انت تتفاهم معاه، لازم في اسلوب حوار. ده دلوقتي ولادنا بقى اللي جايين هم اللي هيعلمونا ازاي نتحاور ولا نتفاوض معاهم. تخيل انت الصبح تتفاوض مع ابنك عشان بس ينزل يروح المدرسه. احنا كان عندنا شباشب بتطير بس ما تقولش عليها مواجع، الله يبارك له. احنا كنا الاول بنعرف، يعني مثلا الجيل بتاع مثلا الالفينات مثلا والتسعينات كانوا بنعرف الحوار القضيه دي منين؟ من التلفزيون. كان ساعات من الاخبار بنسمع عنها، في الافلام. اكتر مشهد الصراحه كان حلو جدا اللي هو كان في عندليب الدقي، لما اعتقد المشهد ده اتحذف اصلا، لما جه في الاخر الفيلم لما كان عامل فيها فواز وجه عشان يسلم عليه الراجل اللي هو تبع ولاد العم، حدف على علم الطقطوق كسره. بس ده انت بتقول ده في الافلام. انا اهم حاجه الناس ايه، الواقع ايه. انا شايف بصراحه احنا الحمد لله اللي احنا عملناه يتعمل قصص، والله يتعمل افلام قصيره على الاقل. ان احنا عندنا اراده في حاجه، احنا بنحب اخواتنا، احنا اقل حاجه دي نقدر نعملها. على فكره برضو اللي بيتابع عندي في الصفحه اللي هي البيج العامه دي، ما هبسيبها لكم اللينك بتاعها في الاخر. انا كنت قلت للناس لو انت مش قادر يعني مثلا ايه، ده اضعف الايمان ان انت ما تشتريش من منتجات المقاطعه عشان ما يوصلش الارباح ليهم. عشان بيوصل الارباح زي ما قلت لك في الشركه الام، والشركه الام بتاخد الارباح دي بتمول بيها الجيش بتوع او اللي اسمهم جيش يعني عند ولاد العم ده. يعني ده بس انا قلت ايه، حبيت اتكلم في الموضوع ده عشان ابقى انا ضميري مستريح، عشان ما تقولوش ايه ان انت ايه ما اتكلمتش ما قلتش طول الفتره اللي انا كنت فيها.